السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. انا هبة وقناتي اسمها هبة كيتشن. لو اول مرة تشوفوا قناتي ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض التورته الجميلة دي، العظمة دي كلها هنعملها بمكونات بسيطة، وكل العظمة دي كلها اتعملت باربع بيضات بس. شايفين الجمال؟ بصراحة كانت تحفة، روعة 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 كشكل وكطعم. بصراحة مش بشكر فيها عشان انا اللي عملتها، لكن هي دي الحقيقة. بصراحة كل اللي شاف شكلها انبهر، وكل اللي شافها فكر ان انا شاريها من بره. وكمان طعمها كان جميل جدا جدا جدا، يعني لو دقتوها مش هتفرقوها عن اللي بنشتريها من بره، لكن كمان هتكون انضف، وحاجه احنا عاملينها بتكاليف اقل. طبعا احنا عارفين الحجم ده لو اشتريناه من بره هيكون سعره دلوقتي عامل، يعني هيكون عامل ازاي. تقريبا كده هتكون ب 180، دخلت في ال 200 حاجه زي كده، لان انا طبعا ما بشتريش الحاجات دي من بره الا يعني في الاوقات الصعبه قوي. المهم خلينا ندخل بقى في الموضوع على طول، ندخل المطبخ ونسمي الله ونصلي على رسول الله ونقول المقادير بتاعتنا ايه. هنجيب بقى العجان الجميل كده او المضرب الكهربائي على حسب الموجود عندنا. حطيت 4 بيضات بدرجه حراره المطبخ عادي، لا بقى شيء، لا جايباهم من التلاجة ولا جايباهم من تحت السرير زي ما بيقولوا، جايباهم من والله العظيم كنت شايلاهم كمان في على المطبخ. 4 بيضات. حطيت اللهم صل على النبي. قلنا ايه بقى؟ حطينا ال4 بيضات زي ما اتفقنا بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بكوباية ونص من الدقيق، دقيق عادي، مش بقى النهاردة عاملاها بدقيق سبونج ولا حاجة خالص، عاملاها بدقيق عادي. هنزل كمان عليهم بتلتين كوباية من السكر العادي جدا اللي هو الحبيبات. تلتين كوباية من السكر. انا في الجزء ده يعني حاولت ان انا ما اسرعش الفيديو قوي، وكمان ما بطئهوش قوي، علشان تستفادوا وتشوفوا المقادير كويس وتمشوا عليها مظبوط. يبقى حطيت تلتين كوبايه من السكر. تاني نقول من الاول حطينا ايه. حطيت 4 بيضات، حطيت تلتين كوبايه من السكر، حطيت كوبايه ونص من الدقيق. هنزل كمان عليهم ب2 باكت فانيليا، ولو فانيليا سايله هحط معلقه كبيره فانيليا. وعندي فكره كده في دماغي ان شاء الله، بس عايزه اخد رايكم فيها الاول يعني. ان شاء الله بفكر ان انا اطلع لكم بعد كده، يعني هظهر بوشي بعد كده في القناه. اللي موافق يكتب لي في التعليقات، واللي معترض برضو يكتب لي في التعليقات. حطيت كمان معلقه كبيره من الخل، والخل طبعا بيساعد على هشاشه الكيك، وكمان بيخلي لون الكيك بيبقى لونه فاتح. كمان هجيب البيكنج باودر، ده كيس كيك شيف عادي جدا. هجيب معلقه من المعالق المعياريه دي، بس مش هملاها قوي يعني، زي ما انتم شايفين كده، انا زي ما انا بوريكم. وهنزل بيها كمان على المكونات اللي معايا. هبدأ بقى بعد كده اجيب ايه، معلقه كبيره من النشا، نشا الذرة العادي اللي احنا كلنا عارفينه. كمان هنزل كمان على المقادير دي بمعلقه من المعالق المعياريه من النشا. هبدأ بعد كده هعمل ايه بقى. هضرب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض، وهحط طبعا المحسن، ده اهم حاجه، ده في الموضوع كله اهم حاجه المحسن. ده محسن جل، طبعا بيتباع عند اي حد بيبيع مستلزمات الحلويات. حطيت معلقه كبيره، طبعا المعلقه اللي كانت معايا دي معلقه صغيره، فعلشان كده حطيت مليتها مرتين، يبقى انا كده حطيت معلقه كبيره من محسن الجل. هضرب وهجيب كمان، انا عايزه بقى طبعا اعمل الاسبونج بتاع النهارده، عايزه اعمله اسبونج شوكولاته، انا مش عايزه فانيليا. طبعا احنا عندنا في البيت بنفضل كلنا بنحب طعم الاسبونج الشوكولاته، مش معنى كده ان احنا مش بنحب الفانيليا، لا احنا بنفضل اكتر اسبونج الشوكولاته. وبالمناسبه التورته دي كانت ليا انا كنت عاملاها لنفسي. حاولت ان انا افرح نفسي، ده طبعا كان عيد ميلادي، وانا تحديت نفسي ان انا مش هشتري التورته من بره. هو كان في مقدرتي ان انا اشتري تورته من بره بصراحه، بس انا ما رضيتش، وحاولت ان انا اتحدى نفسي، وفي نفس الوقت احسس نفسي ان انا عملت حاجه كويسه لنفسي وفرحت نفسي. مفيش مشكله، صح. نزلت بمعلقه كبيره من الكاكاو الخام الاسباني. وكمان جبت طبعا دي ميه متلجه زي ما انتم شايفين، انا بحاول ان انا اوريها لكم. هو طبعا الازازه دي ما اعرفش، هو كان لونها اخضر بس مش عارفه ليه جاي في الاضاءه لونها ازرق، يعني مش مشكله، ما علينا. جبت نص كوبايه من الميه المتلجه زي ما انتم شايفين كده. وبدات ان انا بقى هضرب كل المكونات دي على اعلى سرعه. انا عندي اعلى سرعه في العجان رقم 6. هبدا بقى انزل بالميه المتلجه دي حبه حبه، يعني مش هنزل بيهم كلهم مره واحده، لا حبه حبه علشان الخليط يتضاعف معايا. وبص الاقي بقى البوله دي اتملت
والخليط بقى ايه بقى هش معايا. هنزل حبه حبه زي ما انتم شايفين كده، وهوريكم بعد كده انا عملت ايه. طبعا انا بقول لنفسي كل سنه وانا طيبه، وكل سنه وانا بصحه، وكل سنه وانا بستر من عند الله، وكل سنه وانا فرحانه، وكل سنه وانا مبسوطه. وان شاء الله اللي معرفتش احققه السنه اللي فاتت ان شاء الله ربنا يقدرني واحققه السنه الجايه. ويا رب يا رب اشوفكم كلكم في احسن حال. وزي ما بتمنى لنفسي الخير طبعا بتمنى لكم كلكم الخير، وربنا يوفقكم كلكم ويسعدكم كلكم يا حبايب قلبي. واللي معرفش يحقق حاجه في سنه 2022 ان شاء الله ربنا يحققها له في 2023. ربنا يصلح حالكم جميعا، وبحبكم في الله. وان شاء الله مش هغيب عنكم تاني باذن الله. كانت ظروف عندي بس غصب عني، ان شاء الله باذن الله هحاول ان انا ما اخرش عليكم تاني. هنا بقى انا عايزه اوريكم ان انا رجعت استخدمت تاني ربع كوبايه من الميه. حسيت ان الخليط سميك شويه فنزلت بربع كوبايه تاني. يبقى انا الاول حطيت نص كوبايه ورجعت حطيت ربع كوبايه، يعني انا استخدمت 3/4 كوبايه ميه متلجه. نزلت بيهم حبه بحبه زي ما انتم شايفين، وصلت للقوام اللي انتم شايفينه ده. طبعا انا قلبت طبعا المكونات في البوله علشان لو في دقيق مترصب تحت في قاع العجان او كاكاو كل المكونات تتقلب مع بعضها. ورجعت اديتهم ضربه تانية، ورجعت بعد كده بفضيهم في صينيه زي ما انتم شايفين كده. الصينيه دي بالمناسبه كان مقاسها اللهم صل على النبي 24. دي الصينيه الوسط في الطقم اللي هو الصواني المدور. دي صينيه عاديه جدا زي ما انتم شايفينها كده. حتى الصينيه دي اصلا يعني بتاعت ماما مش بتاعتي، لان انتم زي ما انتم شايفين كده الموديل ده قديم جدا. بس طبعا انا حاولت ان انا اعمل في المقاس ده لان كنت عايزه الصينيه تكون حجمها كبير. طبعا كده بعد ما طلع من الفرن طبعا حطيته على درجه حراره 180 درجه متوسطه. شغلت الفرن اول ما بدات اشتغل في الكيك. شغلت الفرن، خلصت المكونات بتاعتي، خبطت الصينيه كده خبطه خفيفه على الرخامه، وبعد كده حطيتها في الفرن. ما تفتحيش على اي سبونج قبل نص ساعه. هي خدت معايا حوالي 40 دقيقه. بعد كده حاولت ان انا اختبرها لقيتها تمام استوت كده. بدات ان انا بعد ما بردت خالص خالص طبعا حطيتها في التلاجة شويه عشان تتماسك، لان انتوا زي ما انتم شايفين كده الاسبونج كان فظيع كان فظيع. ما كنتش قادره امسكه، كنت خايفه عليه كاني ماسكه بيبي صغير. خايفه انا خايفه ان الاسبونج يتفتفت في ايدي. بدات بقى ان انا اقطعه 3 طبقات. حاولت ان انا اجلس بقى، دي اول تجليسه اللي هي بلم بيها الفتافيت. وهبدا بقى اظبط كل ده دلوقتي هتشوفوا دلوقتي. كده حطيتها في التلاجة بس ما حطيتهاش كتير لان انا كنت مستعجله قوي في اليوم ده، وكان المفروض ان انا هحطها يعني وقت اكتر من كده في التلاجة، بس ما كانش الوقت معايا مساعدني. بدأت بقى ان انا كده اقسم كده الاربعة، بس طبعا مش بقطع للاخر، لا ده انا بعمل لنفسي يعني اساس كده ان انا ابقى شايفه منه انا هشتغل ازاي. وزي ما انتم شايفين كده بدات ان انا اخد اخر ربعين قدامي. انا حسيت ان الجنب التاني مش مظبوط فقطعت من الجنب اللي مش مظبوط، علشان كده لفيت وخدت الجنب التاني. هبدا بقى ان انا هقطع الربع ده. شايفين زي ما انتم شايفين من اول المثلث لحد يعني من الحرف للحرف زي ما انتم شايفين كده. اكيد انتوا فاهمين قصدي. وهبدا برضو نفس الكلام المربع اللي قصاده هقطع منه نفس المقاس من الحرف للحرف. شايفين اهو، على اساس يبقوا الجنبين يبقوا متساويين جدا. بدات بقى ان انا هبدا اجلس التجليسه بقى الاخيره، وهبدا اظبط بقى وافنش الشغل بتاعي. انا عايزه اقول لكم ان دي اول مره في حياتي اعمل تورته على شكل قلب. والله مش بشكر في نفسي بس بجد النتيجه ابهرتني. كده بقى خلصت ظبطت الكريمه، حاولت ان انا اظبطها واخليه شكلها متساوي. جبت بقى السكرابر اللي هو الشكل المشرشر ده او الزجزاج، وحاولت ان انا اعمل كده من الجناب زي ما انتم شايفين، وكمان عملت كده على وش التورته. هو عادي يعني، هو ما كانش باين اللي في وش التورته لان انا حطيت نص فاكهه ونص شوكولاته زي ما انتم شفتوا في اول فيديو. بس اهو حاولت ان انا يعني اروق على نفسي. بدات بقى ان انا اجيب جناش الشوكولاته. طبعا جناش الشوكولاته ده انا منزله لكم برده الطريقه بتاعته على القناه. هقول لكم مقاديره برده عباره عن ايه. ده جناش شوكولاته بطريقه اقتصاديه. حطيت نص كوبايه من الميه، نزلت عليه بمعلقه من الكريم شانتيه، وبدات ان انا اقلبه كل ده على البارد، وبدات ارفعه على النار. لما سخن نزلت عليه بمكعبين من الشوكولاته الخام. بدات ان انا اقلب، طبعا رفعته من على النار. بدات ان انا اقلب الشوكولاته ساحت في سخونيه الكريم شانتيه اللي في الميه. كده بقى زي ما انتم شايفين بدات ان انا
كاسات عملت نص شوكولاته زي ما انتم شايفين، وبدات ان انا انزل بدريبات من الجنب، وبدات ان انا بقى افصل النص القلب ده عن ده بالكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده. وبدات بقى ان انا انزل بالفاكهه بتاعتي هرصها كده رصه بسيطه جدا وما فيهاش اي حاجه. طبعا المانجا دي انا كنت مخزناها في الفريزر. بدات ان انا اقطعها شرايح كده رفيعه زي ما انتم شايفين، وبرصها بس على حرف الكريم شانتيه اللي انا عملته بس من فوق. يعني ما عملتش حاجه صعبه. ودي فراوله طبعا كنت مقطعاها برضو. لو انتوا عايزيني انزل لكم فيديو عن طريقه تقطيع الفواكه للتورت والجاتوهات ما عنديش اي مشكله. وبدات بقى ان انا هرص ده مع ده بطريقه سهله يعني. وعادي لو عملنا اي حاجه وباظت مش مشكله، عادي يعني هناكلها بس هنتعلم. هبدا بقى ان انا ازين بقى التزيين الاخير وافنش بقى الشغل بتاعي الجميل ده. هبدا ان انا انزل بكريسبي كده شوكليت على الروزيتات الكريم شانتيه دي. طبعا زي ما انتم شايفين كده الجزء بقى بعد ما خلصت الجزء الفواكه ده كان شكله روعه روعه روعه. زي ما انتم شايفين حتى الفراوله انا عامله شكل كانه شكل ورده، والتاني عاملاه كده اهو كانه شكل قلوب فوق بعضها. بس وهبدا بقى ان انا بعد ما اخلص الكريسبي الشوكولاته ده هبدا بقى ان انا هشتغل شغل دلوقتي جميل. مقادير الصوص الشوكولاته ده سهله ان شاء الله جميله هتعجبكم. هبدا بقى ان انا هجيب كريسبي ابيض، كريسبي شوكليت ابيض. هو لونه ابيض فما كانش عاجبني، حسيت مش عاجبني يعني، حسيت ان هو مش هيبقى باين على الكريم شانتيه، مش هيبقى باين في الكاميرا. يعني زي ما انتم شايفين كده الاضاءه كانت مضيعه حتى لون الازازه اللي انا قلت لكم عليها. فحبيت بقى ان انا اعمل شويه حركات كده. جبت الدست ذهبي، حطيت حبه منه على الشوكليت الابيض فاداني لون كريسبي ذهبي جولد كده جميل. فرحت بقى نازله واحده كده وواحده كده كده، يعني شويه حركات. طلعي بقى المواهب اللي عندك وطلعي الشيف اللي جواكي. ما تحرميش نفسك من حاجه، اشتغلي ابدعي فرحي نفسك اسعدي نفسك، اعملي كل اللي نفسك فيه. بصوا بقى طلعت الشيف اللي جوايا، طلعت الحلواني اللي جوايا. بالمناسبة ان شاء الله باذن الله انا ناويه ان انا اخلي ده مشروع بس ربنا يوفقني بس، وبحاول ان انا اجتهد علشان وقت ما ابدا في المشروع اكون على ارض صلبه واكون مستعده جدا جدا. كلنا بنتعلم وكلنا بنعلم بعض. زي ما انتم شايفين كده بدات بقى ان انا احط فوق الصوص الشوكولاته ده الكريسبي اللي هو اللي انا عملته بالدست الجولد ده. بدات بقى ان انا اجيب شوكولاته معموله بترانسفير. ده ورق ترانسفير انا كنت شارياه ونزله لكم في فيديو المشتريات. سيحت شوكولاته على حمام ميه عادي جدا ما فيهوش اي حاجه. ضفت له نقطه صغيره جدا من الزيت عشان الشوكولاته كده تبقى فيها لمعه كده حلوه. وبدات ان انا انزل بيها بعد ما سيحتها الشوكولاته في ورق الترانسفير، وسبتها تشد كده شويه في التلاجة. بعدها خلعت بقى كده الشوكولاته طلعتها من ورق الترانسفير ادتني الشكل الجامد اللي انتوا شايفينه ده. طبعا اهم حاجه حرفي ده حرف الاتش ده، هي كل ده كله معمول معمول ليا. ما ينفعش انسى نفسي طبعا. ده شوكولاته طبعا على شكل حرف اتش، والشوكولاته التانية اللي انتوا شايفينها دي اللي فيها بابا نويل تحت مرسوم عليها. طبعا بقى بدات اجيب الدست الذهبي زي ما انتوا شايفين كده برضو. بدات ان انا يعني انزل كده بنقط كده بسيطه جدا على الشوكليت علشان يديني برضو لمعه. شويه حركات كده زي ما بقول لكم، وانا بحب الحركات. لازم ندلع نفسنا. ما هو احنا لو ما دلعناش نفسنا مش هنلاقي حد يدلعنا، فلازم ندلع نفسنا. بس بالمناسبه بقى انا عايزاكم اللي ما شافش قناتي او اول مره يشوفها يدخل كده على قناتي وياخد فيها كده لفه جوله صغيره كده. ان شاء الله اكيد القناه هتعجبكم، وان شاء الله هحاول ان انا اجتهد واعمل يعني كل ربنا يقدرني عليه علشان ان شاء الله اكون عند حسن ظنكم واعمل حاجه تليق باذواقكم كلكم. يا رب دايما ربنا يوفقني واقدر ان انا اوصل لكم المعلومه بطريقه بسيطه. طبعا انا جبت ما كانش عندي طبعا جيلي تلميع، ما فيش اي مشكله خالص. جبت معلقه من عسل الجلوكوز سيحتها بشويه ميه دافيه، وبدات ان انا افكها كده، وبدات ان انا اجيب بقى فرشه وادهن كل الفاكهه دي علشان طبعا احنا عارفين ان ده بيحمي الفاكهه من الهواء علشان ما تتبلش معايا، ولو قعدت معايا تاني يوم يكون شكلها بيلمع كده زي ما بنشوفها كده في محلات الحلوانيه. بس كده بقى بصور لكم بقى التورته الجميله واسيبكم بقى تتفرجوا عليها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنت معاكم هبه.